ازاي نبي عظيم ربنا وصف صبره بالصبر الجميل يوصل بيه الحزن لدرجة العمى؟ طيب هل البكاء بيتعارض مع الرضا بالقضاء؟ وهل الحزن الشديد اللي ممكن يكسر اي حد فينا معناه ان ايمانه ضعيف؟ كتير قوي مننا فاهم الصبر غلط. النهارده هنتكلم عن حزن الرجال من خلال قصة سيدنا يعقوب عليه السلام، وهنعرف السر في الجملة اللي قالها انما اشكو بثي وحزني الى الله. خليك معايا علشان في اخر الفيديو هعرفك ازاي تحول حزنك وكسرة نفسك لمناجاة تفتح لك ابواب السماء زي ما حصل مع سيدنا يعقوب. علشان تحس بوجع سيدنا يعقوب عليه السلام لازم نشوف المشهد صح، نتخيله صح كده، مش مجرد قصة بنسمعها. قال معايا أب متعلق بابنه لدرجة العشق، وابنه ده مش مجرد ابن عادي، ده نبي ابن نبي، وفي وشه كده ملامح البركة، فكان متعلق بيه وبيموت فيه. فجأة بقى خرج ومرجعش، والأصعب من الفقد هو الغموض. سيدنا يعقوب عليه السلام ما كانش عارف ابنه عايش ولا ميت، بياكل ولا جعان، عبد ولا حر، الذئب كله فعلا ولا اخواته سابوه في الصحراء ومشيوا. ألم عدم المعرفة ده بيقتل وبيخلي العقل يشتغل 24 ساعة في سيناريوهات مرعبة. ومرت سنين، مش شهر ولا اتنين، سنين طويلة جدا، والشوق عمال يزيد. في وسط كل ده كمان المصايب عمالة بتزيد. يفقد بصره من كتر البكاء، وبعدين يفقد ابنه التاني بنيامين، وبعدين ابنه الكبير يرفض يرجع البيت. 3 خبطات ورا بعض تهد جبال. ورغم كل ده لما سألوه هتعمل ايه رد بجملة خطيرة: فصبر جميل. هنا بقى لازم نقف وقفة. يعني ايه صبر جميل؟ هل الصبر الجميل ده معناه انك بتكتم في نفسك لحد ما تموت مثلا؟ هل معناه ان انت ما ينفعش تبكي مثلا؟ مفيش منه الكلام ده. العلماء لما فسروها قالوا كلام يوزن الذهب. قال لك الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه لمخلوق، مع عدم خلو القلب من الألم. يعني ايه؟ يعني سيدنا يعقوب قلبه كان بيتقطع، لكن لسانه ما نطقش بكلمة واحدة تغضب ربنا. ما قالش ليه يا رب بتعمل فيا كده، ما قالش يا رب انا مش مستحمل اللي بيحصل ده. الصبر الجميل مش انك تكون من غير مشاعر، الصبر الجميل هو انك تكون انسان بيتوجع بس مسلم امره لله. تعالوا بقى نركز في وصف القرآن الدقيق، فهو قضيم. القضيم يعني مليان هم وحزن بس ساكت. يعني الضغط بتاعه ده اللي جوه. الراجل عامة بطبعه ما بيحبش يشتكي، يعني ما بيحبش يبان ضعيف قدام مراته او عياله او الناس. سيدنا يعقوب عليه السلام كان شايل جبل هموم، ونظرات الشماتة في عيون الناس، لوم اولاده ليه، خوفه على يوسف عليه السلام، كل ده كان كظم جواه، وبيضت عيناه من الحزن. طب الحديث بيقول ان البكاء والحزن الشديد ممكن يرفع ضغط الدم على العين، ويسبب نزيف في العين او ميه بيضاء. جسد النبي يعقوب عليه السلام ما قدرش يتحمل الضغط النفسي ده، انفجر الحزن في عينيه. ده بيبين لك قد ايه كان الابتلاء شديد، وانه كان بيعاني في صمت. طب لما الحمل يتقل قوي كده وتجيب اخرك هتعمل ايه؟ تنفجر في الناس ولا تكفر بالنعمه؟ سيدنا يعقوب عليه السلام علمنا قانون الذهبي للصحه النفسيه للمؤمن: انما اشكو بثي وحزني الى الله. بص الفرق الرهيب، هو مش بيشكي من الله، هو بيشكي الى الله. الشكوى للمخلوق مذله، بس الشكوى للخالق عباده. لما تروح لصاحبك تحكي له ممكن ما يفهمكش، ممكن يزهق منك، لكن لما تروح لربنا هو الوحيد اللي عارف حجم الوجع من غير ما تشرح، وهو الوحيد برضه اللي قادر انه يرفعه. ابن يعقوب كان بيطلع كل طاقة الحزن دي في المناجاة، في السجود وفي الخلوة مع ربنا. كان بيقول لربنا كل اللي في قلبه، وكان عنده امل رهيب في قدرة ربنا. طيب ازاي نطبق منهج سيدنا يعقوب عليه السلام النهارده؟ دلوقتي احنا عايشين في دنيا مليانة ضغوطات، شغل ومشاكل عائلية وفقد احبة. هقول لك حالا ازاي نطبق المنهج ده، بس اعمل لايك واشتراك للقناة علشان تدعمني اني اكمل. بص بقى، هما 3 خطوات بس. رقم 1: اعتزل الناس وقت الانهيار. يعني لما تحس انك على اخرك ومش قادر والكلام ممكن يطلع منك غلط، اعمل زي سيدنا يعقوب عليه السلام وتولى عنهم. خد ركن لوحدك وابكي براحتك، ما فيهاش اي مشكله، لا عيب ولا حرام. رقم 2: حول الوجع لمناجاه. يعني بدل ما تقعد تفكر ليه يا رب بيحصل معايا كده، حول التفكير لدعاء: يا ربي انا ضعيف فقوني، يا ربي انا تايه دلني وارشدني. وفي اكتر من الموقف بتاع سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام مع الطائف، احكيه بعدين في فيديو تاني ان شاء الله. اشترك بقى عشان ما يفوتكش. الرسول عليه الصلاه والسلام بعد الموقف ده قعد لوحده وقال: اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس، إلى من تكلني عليه أفضل الصلاة والسلام. رقم 3: احتفظ بحسن الظن للنهاية. سيدنا يعقوب عليه السلام وهو أعمى ومفقود له 3 أولاد كان بيقول: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. يعني خلي عندك يقين إن ربنا مش بيعمل حاجة شر أبدا، إن أي محنة وراها فرج، وحتى لو بعد 40 سنة زي قصة سيدنا يوسف. قصة سيدنا يعقوب عليه السلام مش قصة يأس، دي قصة أمل. انتهت القصة بإن بصره رجع له وأولاده رجعوا له ورفعوه على العرش. ربنا جبر بخاطره بطريقة تعجب لها أهل السماء والأرض. ندعي لبعض بقى: اللهم يا جابر خواطر المنكسرين اجبر خاطر كل واحد بيسمعنا دلوقتي. اللهم ارزقنا صبرا جميلا وفرجا قريبا وقلبا لا ييأس من روحك أبدا. ما تنساش تشاركه مع حد ممكن يكون عايز يسمع الكلمتين دول عشان يطمن، واكتب لي في التعليقات ايه أكتر آية بتحبها في سورة يوسف. بس كده، سبحانك اللهم بحمدك، استغفرك وأتوب إليك، وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.